شنو الفرق ما بين انستغرام، فيسبوك، تيك توك ويوتيوب، وشنو الحاجه اللي تتحكم في الانتشار عليهم، وعلاش ساعه نعملوا محتوى ينجح على منصه ما ينجحش على الاخرى؟ كانك مستعجل نقول لك الالغوريثم ولا الخوارزميات اللي تتحكم في المنصات هذه. اللي كان تحب تحصل منفعه كبيره تتبع الفيديو الاخر باش نحكي على التفاصيل اللي تخص الالغوريثم هذايا والتفاصيل اللي تخص اخر الالغوريثم باش تخليك شوكي وباهت. واول واحد السوشيال بيزد الالغوريثم. الالغوريثم بازي على خصائص التواصل الاجتماعي، وكما ظهر في الاسم الالغوريثم هذا بازي على اساس دوائرنا وعلاقاتنا ومحيطنا الاجتماعي. مهمته الاساسيه خلينا في التواصل معهم وانتشارنا عليه مبني على اساس المنطق هذا، يعني كل بوست نهبطوه الخوارزميات باش تهزوا الفئه ضيقه من اصدقائنا، وهما الاصدقاء الاكثر تفاعل معنا على المنصه هذيك، وكل شخص فيهم باش يتفاعل مع المنشور نتاعنا باش يعطي فرصه للمنشور باش يوصل دائره علاقاته زاده. اكيد هنا فهمتوا اللي نحكيو على لي الغوريثم دو ميتا ولا فيسبوك وانستغرام. اثنين انترست بيزد الغوريثم ولا الخوارزميات اللي قايمه على مبدا الفائده او الافاده. الالغوريثم هذا مصمم باش يتبع ويحلل التفاعلات نتاعك ويخليك كونكتي اطول فتره ممكنه، ويدرس سلوكك الاستهلاكي للمحتوى ويفهم ويحلل شنو هي الاهتمامات والبريفيرونس نتاعك في اللحظه هيك بالذات. في المقابل يعطيك محتوى يشبع الرغبه نتاعك ويخليك بلوكي تتفرج من فيديو لفيديو، ومش هذاك هو وانت بلوكي تتفرج في الفيديوهات هذوكم يزيدك فيديوهات اخرين محتوى اخر اللي سولون الهستوريك نتاع المشاهدات نتاعك فيهم اشخاص او مواضيع عجبوك في السابق. يكفي وانت تعمل سكرول للاكونت نتاعك وتقف على فيديو اكثر من 3 ثواني باش يفهم الالغوريثم انه الموضوع او الشخص اللي في الفيديو هذاك عجبك ويعبي لك الاكونت نتاعك بدي فيديو سيميلار. بنسبه 99% اذا اول مره تشوفني وقاعد تتفرج على الفيديو هذه من تيك توك فاعرف انه الالغوريثم كابتر اللي عندك اهتمام بمثل المواضيع اللي نطرح فيهم في الفيديوهات نتاعي، هيك علاش خرج لك الفيديو هذايا. وبالمناسبه ننصحك باش تعمل ابوني وتدخل البروفيل تعمل دوره، اكيد باش تلقى برشا فيديوهات فيهم فائده كبيره ليك. اكيد عرفتوا انه الالغوريثم هذا هو الالغوريثم تاع تيك توك. تروا الالغوريثم بازي سور لانتونسيون ولا الخوارزميات المبنيه على اساس النوايا. حسب رايي هذا الالغوريثم الاكثر تعقيد وذكاء. باش نبسط لك الموضوع الناس تدخل تيك توك، انستغرام ولا فيسبوك لاسباب معينه كما التواصل مع الاصدقاء والعائله، الترفيه ولا متابعه الاخبار. لكن يمكن لشخص واحد في النهار يدخل 3 مرات اليوتيوب بنوايا مختلفه. مثلا يدخل الصباح يحط حاجه تساعده على التركيز، في نص النهار حاجه تعاونه في خدمته، في الليل حاجه تريلاكسيه وتخليه يرقد ويرتاح. وطبعا الالغوريثم باش يخزن الهستوريك نتاع لي سيسيون باش نكونكتيو فيها في فترات مختلفه من النهار. طبعا باش يحاول يحلل ويفهم ويدرس سلوكنا الرقمي واهتماماتنا وشنو نحبوا كل مره ندخلوا فيها في كل جزء من النهار. هكاك باش يحضر لنا اكايو للصباح، اكايو لنص نهار، واكايو لليل في المحتوى المتناسق مع كل فتره من النهار والمحتوى اللي يلبي لنا رغباتنا الكل ويخلينا اكثر وقت ممكن على المنصه هذيك. واكيد عرفتوا الفرق ما بين لي الغوريثم هذوما الكل، لكن تعرفوش كيفاش نتعاملوا مع كل الغوريثم فيهم. اذا تحب على الاجابه صحيحه ولا عمليه اكتب في كومنتير مهتم ولا انتريسي، واذا كان لقيت اهتمام كبير بالموضوع هذا نعمل لكم ان شاء الله دي فيديو نفسر لكم فيهم كل شيء كالعاده بطريقه مبسطه وعمليه.